من قلب شوارع مصر حيث الرزق على الله. معاكم عمرو عبد الله. بسم الله توكلنا على الله ونبتدي يومنا. النهارده الاثنين، انا نازل من الساعه 8 يا جماعه، دلوقتي الساعه 9 و5. الدنيا مريحه شويه، الاسعار تعبانه الى حد ما. فشوف بقى لي ساعه عشان اخد مشوار، يعني مشوار 18 كيلو ب 202 رايح المقطم. فيلا بينا. بصوا يا جدعان، الساعه دلوقتي 10 وربع. تمام. انا نازل من الساعه 8. اول مشوار خدته 9. من بعد اول مشوار انا لحد دلوقتي ما خدتش ولا مشوار تاني. الدنيا حرفيا مريحه خالص. طبعا دي ريكوستاتها عره بصراحه. يعني اوبر ما بيرنش. يعني اوبر، بص حتى انا يعني اتنقلت في كذا حته. انا كنت عند نادي الصيد، بعد كده رحت الاتجاه عند كارفور مفيش، بعد كده انا دلوقتي طالع التجمع بقى، ما خلاص مفيش وقت. بس هو حرفيا مفيش، يعني هي ميته خالص. يعني مفيش شو، يعني ما بيرنش والله. انا بس حبيت اقول لك الملحوظه دي عشان ما تفتكرش ان انا ما بنزل واصور لك اللي كل يوم الدنيا عنب والدنيا لا. هي بتبقى ارزاق في الاول وفي الاخر، وبتبقى اجتهاد شخصي. انا ممكن اوريك اللي كل الدنيا، اللي كل يوم الدنيا عنب والدنيا جميله، بس لا يعني ما ينفعش اكذب عليك. ما ينفعش اسوحك، ما ينفعش اشيل ذنبك. تمام. فلا النهارده الاثنين الدنيا مريحه خالص. انا لحد دلوقتي مشوار واحد ب 200 فقط لا غير. الساعه 10 وربع، فانا هطلع التجمع اشوف الدنيا فيها ايه. فيا مسهل الحال يا رب. يلا بينا. بصوا يا جماعه، انا لسه اهو. بص يعني انا داخل على التجمع اهو. في جالي ريكوست 4 كيلو ب 50 جنيه. تمام. هو واقف هنا كده عند بعد دخلة التجمع. فيلا بينا. نكس يا جدعان من عند الفيوتشر مول 2 كيلو. 2 كيلو و200 متر، يعني قول 2 كيلو ونص ب 50 جنيه. يلا بينا. بصوا يا جدعان، معايا ريكوست دلوقتي برضك من عند الفيوتشر اهو. حوالي اقل من 2 كيلو، يعني قول 2 كيلو 48 جنيه. بصوا يا جدعان، المشوار اللي انا خدته ده، انا قلت لك هو العميد دفع 50 جنيه، وانا واخد 48 جنيه. يعني قول 50 جنيه، يعني مش قصه. بس المشوار ده فكرني بحاجه، ذكريات وهي ذكريات. انا قاعد في التجمع هنا من سنه 2000. كان التجمع ده لسه صحراء والله العظيم. المشوار ده فكرني بالذكريات. فالمهم جت عليا فتره كده كنت لسه بتعلم السواقه. المهم اتعلمت السواقه، فوالدي كان عنده تاكس. تمام. فاليوم مثلا ما كانش بينزل فيه، كنت باخد انا التاكس اشتغل ايه في المدينه. ما كانش معايا رخصه ساعتها، كنت بشتغل داخلي في عدد معينه كده بتقف فيها بتاخد ايه، هو الزبون طالع من المكان ده. فانا كنت بشتغل داخلي. فاغلبيه الوقت كان يعني والدي لا اما يقف عند الفيوتشر، لما يقف عند الحزام الاخضر فوق. كانوا هم عاملين مكان ليهم يعني. فالمهم انا كنت بطلع اقف فوق كده. فممكن ما كان بيجي لي مثلا مشوار من فيوتشر زي ما نفس المكان اللي انا خدته كده، بس طبعا واقف تاكسي بقى. فالمهم اقسم بالله المشوار ده يا جدعان كنت بنزله. كان هو تمامه في الوقت ده 15 جنيه. تمام. والناس كانت تفاصل معاك، اللي يقول لك هدفع 12 واللي يقول لك هدفع 10 جنيه والله. فاهم انت. ذكريات غريبه. المهم اصلا بس كان لتر البنزين بكام؟ يعني تقريبا كان لتر البنزين بجنيه او بجنيه وحاجه، جنيه ونص، يعني في الرينج ده. يعني انت متخيل كنت باخد المشوار ده ب 10 جنيه. ذكريات. يلا يا باشا. طب يا جدعان معايا ريكوست دلوقتي 4 كيلو ب 51 جنيه. ف يلا بينا. نجست يا جدعان معايا مشوار 4 كيلو ب 60 جنيه. يلا بينا.
نيكست يا جدعان معايا مشوار دلوقتي 7 كيلو ب 75 جنيه. تمام. العميل اللي انا كان راكب معايا دلوقتي ده عميل محترم جدا يا جدعان. المهم انا طلبت منه نعمل الفقره اللي هي بتاعت الشارع بيتكلم، هو بكل ذوق بصراحه رفض. ليه؟ لان هو العميل اصلا عنده بيج، تمام، هو بيتكلم عن محتوى العربيات فصوته معروف، فانا احترمته بصراحه. دخلت على صفحته بصراحه بقول لك ويعرف عتاوله المجال في العربيات. عارف يعني ايه عتاوله المجال في العربيات؟ فيعني هو لا هو محترم جدا، مثقف جدا، متعلم جدا. يعني ربنا يكرمه، ربنا يعني يزيده فيما هو قادم. دي حاجه ما تزعلكش لما تطلب من حد حاجه ويقول لك لا اصل هو فعلا يعني واحد بيعمل مثلا اعلانات لشركات عالميه، شركات عالميه بمعنى شركات عالميه، وانا شفت الكلام ده هو وراني الاكونت بتاع الانستجرام بتاعه. فحاجه يعني انا عايز اقول لك ان ركب معايا واحد علامه من علامات العربيات، حرفيا. دلوقتي احنا وصلنا لفقره الشارع بيتكلم. حلو. معانا استاذ اسامه. أسامة، اهلا وسهلا بحضرتك. أهلا كيف حالك؟ تمام الحمد لله. انا محتاج اعرف بس من حضرتك سؤال واحد. تفضل. ايه اول حاجه بتلفت نظرك اول ما تركب مع الكابتن؟ بصراحة بصراحه السيارة نظيفة ولا لا؟ موديل السيارة بيفرق معي كثير. تمام. ثالثا بعد ما افتح السيارة ريحة السيارة، وهذا يعني انا بحكي عن اول نظرة انه السيارة لازم تكون نظيفة. اذا السيارة مش نظيفة بتضايقك. دول اهم حاجه بالمنظر الخارجي، بالمنظر الخارجي اللي هو السيارة نظيفة مدربة كثير وموديل السيارة. تمام. كلام جميل، كلام يس. حلو. تمام. ده كان السؤال بتاعنا. حضرتك حابب بقى يعني تتكلم في حاجه؟ كنت حاسسك عايز تتكلم في حاجه. انا كثير حابب اتكلم. ايش شو؟ اتفضل. اول شيء مبسوط انك انت عم تعمل هيك. شكرا. انت ايش اسمك؟ انا اسمي عمرو. عمرو. وعندي قناه على اليوتيوب بعمل أوف. عليها فلوجات. طبعا انا نسيت، انا طبعا هدي لحضرتك هديه. اوكي. حاجه بسيطه طبعا كده، هي ميداليه، تمام، عليها QR كود اوكي. بتاع القناه بتاعتي، حلو. وعليها بقى ثقتك تهمنا ومشوار وحكايه زي احنا كده بنعمل حكايه مثلا. طيب اقول لك شو الحكايه تاعتي. انا اول شيء تاجر. طيب خليني اعرف حالي. انا سيلز دايركتور بشركه فاشن. تمام. اسمها FNL كلوذينج، هذا واحد. وعندي شركتي الخاصه اسمها مؤسسه اسامه احمد. بستورد علامات تجاريه من مصر وببيعها للاردن زي كارفور، كوزمو، وسبينيز وهدول. عندي موظفيني، مستودعاتي، وبرضه ستيل انا موظف. كلام جميل جدا يعني. ومستثمر. يعني حضرتك رجل اعمال. يس، مستثمر بالذهب ومستثمر بالاسهم، الاسهم المحليه. وهلا انا عم بعمل بودكاست اسمه جميل. بودكاست اسمه كمان اسال مجرب. تمام. حلو. نحكي عن حلو الاسم. يس، اسال مجرب. حلو. لانه انا خسرت بحياتي كثير فلوس. تمام. فتحت 14 مشروع وكلهم فشلوا. ربنا يعوضك خير باذن وفخور باني انا سويت هيك. انا اكيد أنا طبعا. التجارب، الدنيا تجارب. يس. واللي نفسي احكيه انه انت كشاب اردني، مصري، فلسطيني، من وين ما كنت انت كنت بالعالم، صدقني موضوع النجاح والفلوس هو من عند الله. في كثير اصحابي كثير اغنياء، صدقني، البورشا يعني عندهم مصاري كثير، وانت بتصفن انه كيف هذا معاه مصاري. مش لوجيك. بس خلص ربك اراد رزق، ولكن احنا صح. علينا السعي فقط. صح. والافضل شيء بدك تعمل مصاري من حدا. صدقني انا متخوزق، يعني هذا المصطلح متخوزق. يعني ماكل خوازيق كثير بحياتي. اسعى لغيرك بتكسب. شو يعني؟ اليوم انت في السعي نوعين، تسعى لإلك وهذا ربي بسعى لك فيه، وتاخذ على صح على ايدك انت، على تعبك انت. ولكن في ناس ما بتقدر تسعى، زي حجة جريها مكسرات، مرة كبيرة، مرة يعني عندها ايتام، ما بتقدر تنزل تشتغل. اذا انت سعيت لها ربك بعطيك بدل السعي سعيين. واسالني انا والله هذا انا أيوة. اللي انا عم بصير معي حرفيا. نحكي هلا بزنس. انا من النوعيه اذا عجبتني شغله دق الحديد وهو حامي على الميدان يا حميدان. عجبك براند شفته، صدقني والله ثم والله في كتير ناس معها فلوس مش عارف وين تحطها، بس بدها افكار حلوه. افكار انت شغال عليها وميقن فيها. انت اللي عم تعمل هاي القناه خرافيه، شيء عظيم رائع، كمل فيه. ما بتعرف انت وين الرزق. ممكن يطلع معك حدا يقول لك
يلا انا انفستمنت معك ب 100,000 جنيه، يلا ادب معك مش عارف شو. ايوه فاهم حضرتك. دونت وري، بالاخر راح توصل. يا رب. اي مين انك انت راح توصل. ان شاء الله. فانا مبسوط، كثير مبسوط اني طلعت معك. تسلم والله. انا اللي مبسوط ان انا وقت مع يعني حد عقليه زي حضرتك كده، وقلت حبيبي. برضه كم معلومه مهمه جدا. وطبعا السعي ده حاجه مفروغه منها. احنا دايما لما بتكلم يعني بوجه برضه الكلام لاخواتي الكباتن، لازم السعي. وحتى لو الدنيا نازله مخبطه معاكم، ما فيش يوم. انا نازل النهارده مثلا الدنيا مخبطه خالص، صح. بس انا ما يئستش وفضلت مكمل اليوم بتاعي، وقلت ان شاء الله ربنا هيكرمني. هو طبعاً. كده كده ربنا هيكرم. ما دام انا سعيت واجتهدت خلاص طبعا. شكرا، اعمل اللي عليك. احكي لك شغله، انا هلا سينيور، كنت اول شيء اكاونت مانجر بالبي تو بي. انا بالاصل قبل زمان انا كنت بي تو سي، بعدين تمام. اشتغلت الشركه بي تو بي، صرت هاي. رحت على الشركه، انا بحترم مديري كثير وكثير بحب مديره، وجد بحكي للشباب خليك موظف، روح عند مدير يكون شديد بس يعلمك. صح. هذا عظيم. انا عندي البزنس تاعي ولساتني موظف. هاي نقطة جميل. كثير مهمة. ده مهم جدا كثير. اي حد بيعمل بيزنس صغير لنفسه خلاص بيقول لك لا شكرا. لا 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 لا، انا البزنس تاعي اذا مدخل لي 6 اضعاف الراتب اللي انا باخده ما بدي اياه. خليه يكبر واعمل انفستمنت. الشاهد وين؟ دخلت على الشركة كانوا ببيعوا بالسنة 20,000 بالبي تو بي. اجى مديري قال لي بالضبط احنا بنشتغل 3 شغلات ما في غيرهم، بولو، تي شيرت، هودي، بس بدنا نبيع بيبسي كولا ونستلي. قلت له طب احنا ما عندنا كومباني بروفايل. قال لي دب سنة 650,000. رحت على البيبسي وعلى الكولا واشتغلت مع التوب 10 ان ذا وورلد كلهم بلا منازع، وسكرت الديلز وعملت فلوس. هو الله رازق. ولكن عندي معلومه اقول لك، شايف كل الشركات انا من حد شغال مع كلهم، مع جي تي اي، وينستون، مالبو، كلهم هذول شغال معهم. تمام. من برا هلا من جوا يعلم الله. صدقني كاسم بس، هو كاسم واخد شو كاسم واو وهيك، وتفوت جوا في كتير قوي كده. دكانة سوبر ماركت ابو سعيد اللي تحت بيت الدرج احسن منهم. ايوه صح. صدقني انا هذا الاشي شايفه. فما تنغر بحالك وخليك جد انه يلا دب يا زلمه. يعني شو ورست كيس سيناريو بده يصير؟ حموت. طب بدك كذا يعني هيك انا ميت، حخاف من ايه؟ صح. حخاف من ايه؟ جد حخاف من ايه؟ منها كذا ميت. صح. بس اهم شيء برجع بحكي، بدك تفتح مشروع، احكي انا بدي ادرس مده اسبوع يوم الثامن يا بتكون فتح يا انك انت الفكره مزعتها. بس يعني صح. انا يمكن حكيت كثير. انا كثير لا آسف. لا 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 انا كثير بحكي كثير. مستمتع بكلام حضرتك. بس يعني انا بنزل على مصر 5 مرات بالسنه، فكل يوم بشوف ناس ومصانع وشركات وكثير صدقني في فرصه، بس الدنيا كمان مو سهله. بالضبط صح. واحنا مضطرين انه نضلنا مكملين فيها. صح. انت انا كثير حكيت، بس انا كثير مبسوط ان انا بحب مصر. لا والله بحب مصر. والله احنا مبسوطين بيك يعني، وان شاء الله نتمنى ليك وقت ممتع في مصر ان شاء الله، بلدك الثاني باذن الله. اكيد طبعا. كنت مبسوط بيك جدا حبيبي. ثانك يو. شكرا جدا. ثانك يو. نيكست يا جدعان معاه مشوار دلوقتي 4 كيلو ب 53 جنيه، فيلا بينا. بس عايز اقول لك حاجه، بس انا تاني واحد اللي هو كان راكب معايا دلوقتي ده اردني. فالراجل ده قال كلام يا جدعان، حتى انا بعد ما قفلت هنا الفيديو الراجل ده بسم الله ما شاء الله اصغر مني بقى، يعني سبحان الله، يعني اصغر مني بسنه. بس بقول لك ايه يعني، لا بسم الله ما شاء الله، يعني دماغ تانية، عقليه تانية. بيقول لك فتح 14 مشروع وفشل، وبعد كده ربنا كرمه، ودلوقتي بيقول لك عنده بيزنس بتاعه، وفي نفس الوقت هو موظف. يعني في نفس الوقت هو موظف. فالحاجات دي يا جماعه والله العظيم حاجات بتخلي الواحد يبقى عنده امل. وعلى فكره اداني كارت برضك بتاعه، وقال لي هدور لك على شغل في شركات كبيره هنا في مصر، وقال لي في اي وقت كلمني عايز تيجي الاردن، كل حاجه على حساب. اقسم بالله قال لي كده، قال لي كل حاجه على حسابي، تيكت، ضيافه، كل حاجه على حسابي يعني. وسبحان الله ولا اعرفه ولا يعرفني يعني. بجد تحيه للشعب الاردني. يلا بينا. عامل شويه دلوقتي يا جدعان 8 كيلو ب 120 جنيه من كايرو فيستيفال. طبعا انا كنت جاي كايرو فيستيفال عشان اخد حاجه ايه اروح بيها يعني، بس ما لقيتش. زي ما قلت لك الدنيا النهارده مريحه شويه. خلينا نوصل ده كده، وهو هنا جوه هيخش التجمع جوه يعني، فنشوف الدنيا طول معانا ايه. يلا بينا. بصوا يا جدعان، الساعة دلوقتي 2:15. أنا بقالي كتير جدا واقف عند ال5 إيه يعني، داخل في ساعة وي تقريبا.
الدنيا نامت، الدنيا مريحه، وده الطبيعي في الايام العاديه. ما ينفعش تقعد في التجمع لبعد 12، تمام. بس انا اصلا كنت في كايرو فيستيفال وما كانش في حاجه عايزه تنزلني، فخدت المشوار بتاع التجمع ده، ومن ساعتها وانا واقف. فجالي مشوار دلوقتي نازل تحت العجوزه 31 كيلو تقريبا ب 190 جنيه. بص طبعا مش احسن حاجه، عشان ده مش اجمل حاجه، ده المشوار ده بخساره. بس انا كان ناقص لي 10 دقائق حرفيا واروح فاضي خلاص. انا كنت هروح، انا كنت قلت كده الحمد لله واخد بعض واروح يعني. بس انا بدل ما انزل فاضي يا عم اخد 190 جنيه. ده بقى المشوار بخساره اللي انت واخده وانت متكيف، فاهم؟ يعني انت واخد المشوار ده وانت متكيف، فيلا بينا. طبعا يا جدعان هو ده كان يومنا النهارده. كان يوم زي ما انتم شفتوا كده. اليوم اصلا بدأ يعني هو الحمد لله بدأ بإحباط. بدأ اللي لحد ما انا خلصت فعلا الدنيا النهارده مريحه، الدنيا مقتوله. انا لحد الساعه 9 ما كنتش واخد اوردرات. بدأت اول مشوار 9 و5. الساعه 10 وربع كان معايا بس 200 جنيه. فاهم؟ فاللي هو انت 10 وربع يا ده هو خلاص فعلا اليوم خلص. بس الحمد لله. خليك دايما عندك حته السعي، وانك مؤمن اللي ربنا يعني هيديك نصيبك وهيديك رزقك. انت ربنا كاتب لك هتاخد قرش، هتاخد قرشين، اللي ربنا كاتبه لك هتشوفك. بس اهم حاجه انك ترضى وانك تسعى وانك تجتهد. انا واحد غيري جت عليه الساعه يعني 10 الا ربع دي ومعاه 200 كان خد بعضه وروح، تمام. بس انا الحمد لله كان عندي اصرار اللي انا هكمل. وانا مقتنع ان ربنا هيرزقني وربنا هيكرمني. فالحمد لله انا كده خلصت اليوم بتاعي وعامل الحمد لله. يعني انا بقول لك الساعه 10 و5 ولا 10 ربع كان معايا 200 جنيه. انا خلصت يومي دلوقتي ومروح البيت اهو معايا 51. فالحمد لله يعني. وربنا يعني يكتب لنا دايما الرزق ويكتب لنا السلامه، واللي احنا نرجع بيتنا بالسلامه. فلو عجبك اليوم بتاعنا ما تنساش اللايك والاشتراك، واذكر الله وصلى على النبي، واشوفك في فلوج جديد. سلام.